ليش خبز اليوم أصبح مضر رغم أنه كان غذاء أساسي من آلاف السنين؟ رح أعطيك في هذا الفيديو إن شاء الله 5 أسباب ليش خبز اليوم مش زي خبز زمان، وكذلك أفضل 5 بدائل صحية للخبز. عد معي. أولا، القمح اليوم اتغير تماما. القمح اليوم تم تعديله وراثيا لحتى يعطي إنتاج أكبر ويتحمل المبيدات وكذلك يتخمر أسرع، لكن في المقابل محتواه من الجلوتين زاد 3 ل 4 أضعاف، والبروتينات الموجودة فيه زي الجليادين صارت أكثر إثارة للمناعة، صار صعب الهضم وأكثر إثارة وضرر لبطانة الأمعاء. 2، طريقة تحضير الخبز طريقة تحضير والله ماني عايد الفيديو. طريقة تحضير الخبز تغيرت تماما عن زمان كانوا يعملوا الخبز بالتخمير الطبيعي، وهذا التخمير الطبيعي كان يؤدي لهضم جزء من الجلوتين وكذلك يخفض المؤشر الجلايسيمي للخبز وكذلك ينتج بكتيريا نافعة وأحماض عضوية مفيدة. لكن اليوم صار يتم استخدام خميرة فورية وكذلك وقت تخمير سريع جدا، يدوب ساعة لساعتين عشان يلحقوا ينتجوا كميات أكبر، وبالتالي ما في وقت للتخمير أساسا، وبالتالي خبز اليوم أصبح أكثر ضررا على الجهاز الهضمي وكذلك على سكر الدم. 3، الخبز التجاري اليوم مليان مواد مضافة، مواد حافظة، زيوت نباتية مؤكسدة وسكر مضاف اللي بتزيد من الالتهاب الداخلي وبتخل من بكتيريا الأمعاء واللي هو الميكروبيوم. هاي المواد كلياتها ما كانت موجودة بخبز الأجداد. 4، اليوم الناس بتاكل الخبز بشكل مفرط وغير متوازن. زمان الخبز كان عنصر بسيط ضمن وجبة فيها زيت زيتون، زعتر، عدس إلى آخره، وكانت الحركة اليومية موجودة دائما، وكذلك الصيام الطبيعي أصلا كانوا يصوموا لفترات طويلة أساسا. لكن اليوم الخبز موجود بكل وجبة، ومش بس هيك، موجود مع بطاطا وسكريات وحلويات ورز، وكذلك الحياة ونمط الحياة أصبح خامل أكثر وقليل بالحركة. 5، الجهاز الهضمي اليوم للأسف أضعف من زمان بسبب كثرة المضادات الحيوية والأطعمة المصنعة والحياة اليوم اللي صارت مليانة في التوتر المزمن. الناس في العصر الحالي عندهم مشاكل في الهضم والميكروبيوم أكثر من أي وقت مضى، يعني حتى لو الأكل نفسه كان معتدل إلا إنه الجسم ما عادش يستحمله بنفس الطريقة. إذن القمح تغير، طريقة التحضير تغيرت، الإضافات زادت، وكذلك الإنسان وبالتالي الخبز اليوم أصبح سم بيساهم في مقاومة الإنسولين، اضطرابات الجهاز الهضمي وكذلك زيادة الوزن. إذن شو البديل يعني؟ شو نعمل؟ تمام، راح أعطيكم أفضل 5 بدائل صحية. 1، واللي هو خبز السوردو الطبيعي. إيش هو هذا الخبز وليش هو أفضل من الخبز العادي؟ الفرق يا صديقي هون بطريقة التحضير، بحيث هذا الخبز باختصار معمول بطريقة الأجداد، حيث بيتم تحضيره باستخدام خميرة طبيعية وكذلك بيتخمر وبيتركوه لفترات طويلة 24 ساعة 48 ساعة، وكذلك ما في أي مواد مضافة، طحين، ملح، خميرة، مي، عجن. والسر هون بحيث عملية التخمير هذا باستخدام الخميرة الطبيعية بتأدي لأنه جزء كبير من الجلوتين الموجود في القمح يقل ويتم تكسيره. المؤشر الجلايسيمي برضو بقل لأنه هذه البكتيريا بتتغذى على النشويات الموجودة فيه، وبالتالي بصير عندنا خبز بيحتوي على نسب جلوتين أقل بكثير من الخبز العادي، وكذلك مؤشر جلايسيمي أقل، بالتالي أفضل للهضم وأفضل للسكر، وكذلك بيدعم الأمعاء، بيدعم الميكروبيوم بدل ما يخرب، كونه بيحتوي على بكتيريا نافعة ومنتجات عضوية لها، على عكس الخبز العادي اللي كنا بيتخمر باستخدام خميرة تجارية فورية يدوب ساعة ساعتين عشان ينتجوا كميات كبيرة، بالإضافة للزيوت المضافة له والسكر المضاف له وأيضا المواد الحافظة المضافة له، وعد. إذا خبز الساوردو باختصار هو طريقة إعداد الخبز على طريقة الأجداد القديمة. تقدر تشوف في اليوتيوب الناس اللي بدها تعمله في البيت، شايف الطريقة الصح لإعداده وتقدروا تسووه في البيت. هسا شوف، هو بديل لكنه مش الأفضل، ما هواش أفضل بديل، لأنه حتى لو الجلوتين صار أقل إلا أنه لسه في موجود نسبة، وحتى لو المؤشر الجلايسيمي صار أقل من الخبز العادي إلا أنه لسه بيرفع سكر الدم ولسه المؤشر الجلايسيمي لا بأس به. إذن هو ليس أفضل بديل، لكنه بتقدر تقول بديل انتقالي، يعني شخص عايش طول حياته سنين على الخبز تيجي تقول له فجأة واحدة اقطع الخبز أو استخدم معلقة وشوكة أو سوي كذا كذا، راح يكون صعب عليه. فممكن تكون مرحلة انتقالية بحيث انك تستخدم خبز الساوردو كمرحلة انتقالية لانه افضل بكثير من الخبز العادي، لكنه ليس افضل خيار، لانه حتى لو الجلوتين لسه موجود بكميات قليلة والمؤشر الجلايسيمي لسه موجود. طيب شو الخيارات الافضل؟ عد عيدك: خبز دقيق اللوز،
خبز دقيق جوز الهند، وكذلك الخس أو الملفوف. هس خبز دقيق اللوز وخبز جوز الهند بيحتوي على دهون صحية، وكذلك فيش فيهم نشويات، ما بيأثروا على سكر الدم، وما فيهم جلوتين. وبالنسبة للخس أو الملفوف، صحيح هو خيار غريب شوي لكنه عملي ومفيد، وفي كثير ناس بتستخدمه. طريقة إعدادهم موجودة بكل مكان، تقدر تشوفوهم على يوتيوب. طريقة إعداد خبز اللوز أو خبز جوز الهند موجودة بالتفصيل. يعني بالنهاية أنا مش طباخ يعني لحتى أنزل طريقة إعدادهم يعني برضو. الخيار الخامس والأخير واللي أنا شخصيا بستخدمه بفضله وبفضل إنه كل الناس تستخدمه، واللي هو الشوكة والمعلقة. اختصار يعني ليش توجع راسك؟ خبز الجوز واللوز والموز والساوردو، لويش كل هالغلبية. خلص هالشوكة وهالمعلقة وبس، يعني بتوفر على حالك اقتصاديا وبتوفر على حالك جهد. المعلقة والشوكة افضل خيار من وجهة نظري، انا شخصيا بستخدمهم. وبتمنى يا اخوان انه الفيديو مالي صورة اصفر، بتمنى يا اخوان انه الفيديو كان واضح وسلس ومفهوم. وبالسلامة للجميع ان شاء الله. كان معكم معتصم زعرو، تحياتي.